أخبار المنتخب المغربي في أبرز العناوين. صفقة القرن، الرحيمي يقترب من مجاورة الدون كريستيانو رونالدو. لاعب المنتخب المغربي يتعرض للاعتداء. رسميا الجامعة الملكية تفتح قنوات الاتصال مع نجم جديد. قبل المرور للتفاصيل اشترك في القناة لتتوصل بكل جديد بخصوص المنتخب المغربي. تعرض النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعتداء بعد نهائي كأس السوبر الذي جمع فريقه الاتحاد بالهلال، والذي انتهى بتتويج الأخير على حساب فريق حمد الله. هذا الأخير وبعد خروجه من الملعب فوجئ بالاعتداء عليه من طرف أحد المشجعين. كشفت صحف سعودية وإماراتية عن عرض ضخم من نادي النصر السعودي للاعب المغربي سفيان الرحيمي الذي يلعب حاليا في صفوف فريق العين الإماراتي. ووفقا للمعطيات التي نشرتها جريدة الصباح، فإن عرض النصر السعودي يفوق بكثير الراتب الذي يحصل عليه الرحيمي في الإمارات. أوضحت المصادر أن النصر السعودي يسعى جاهدا لضم الرحيمي إلى صفوفه، خاصة بعد أدائه المميز مع فريق العين، رغم أنه تم إقصاؤه من ربع النهائي دوري أبطال آسيا في مباراة مثيرة. كشفت تقارير صحفية موثوقة عن رغبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في جلب إبراهيم باي الذي يعد واحدا من مواهب فريق PSG الفرنسي ليكون جزءا من المنتخب المغربي. ووفقا للمصادر، فقد فتحت الجامعة الملكية بشكل رسمي القنوات للتواصل مع مباي بعد أدائه المميز مع ناديه الفرنسي، حيث يمتلك مهارات تمكنه من اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن. إبراهيم باي يبلغ من العمر 16 عاما ولديه الجنسية المغربية، وهذا سيسمح له بالانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي في حالة قبول عرض الجامعة. تمكن المنتخب المغربي للفوتسال من الفوز في مباراته الأولى في افتتاح كأس إفريقيا للفوتسال، وذلك على منتخب أنغولا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين فقط. مباراة شهدت تألقا كبيرا أداء ونتيجة لأبناء شامدجيغ بحضور كل من فوز لقجع وكذلك رئيس الكاف موتسيبي.